4 لاعبين من المنتخب الجزائري مهددين بالإيقاف. هنا نذكر كل من لو أردنا الحديث حول متفرقات أخرى في هذا الفيديو فربما حضرت لكم من خلال بعض الأبحاث البسيطة حول التشكيلة المتوقعة للمباراة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتخب بوركينا فاسو يدخل مباراة المنتخب الوطني الجزائري بمعنويات مرتفعة، وخاصة بعد الفوز على منتخب موريتانيا في الدقائق الأخيرة وفي الرمق الأخير من المباراة وفي الدقيقة 90 من خلال ضربة جزاء. المنتخب البوركينابي أيضا من بين العوامل المساعدة في هذه المباراة ضد المنتخب الوطني الجزائري ظروف الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى توقيت المباراة الذي ستلعب المباراة بتوقيت المحلي على الساعة 2 زوالا، وهذا ربما سيؤثر على اللياقة البدنية اللي ربما كانت عليها علامة استفهام كبيرة من خلال المباراة الماضية. على كل حال، أشبال الناخب الوطني جمال بالماضي يراهنون على رفع التحدي وعلى تخطي عقبة بوركينا فاسو الذي ربما فيه نقاط قوة ونقاط ضعف. ربما لاحظنا المنتخب البوركينابي في المباراة الماضية لم يقدم المباراة المأمولة منه، خاصة وأنه منتخب موريتانيا كان يستحق على الأقل تعادل، إن لم نقل كان يستحق أول فوز له في تاريخ مسابقة. لهذا نتمنى إن شاء الله أن يكون المباراة القادمة أمام أنغولا الفوز المستحق لمنتخب موريتانيا، ولما لا إن شاء الله التأهل رفقة المنتخب الوطني الجزائري. بالعودة إلى الحديث حول مباراة المنتخب الوطني الجزائري، قلنا هنالك عوامل إيجابية داخل المعسكر، هنالك نقاط لابد التركيز عليها. ربما بعض المخاوف أبرزها أنه 4 لاعبين مهددين بالإيقاف. سنتطرق إلى هذه الأمور وهذه المتفرقات في هذا الفيديو، فابقوا معنا وعلى بركة الله. والبداية مع تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري والطريقة التي أصبح ينتهجها الناخب الوطني أصبحت معروفة عند العام والخاص، عند حتى الذي لا يفقه في كرة القدم، واللي هي 4-3-3. ربما هذه الطريقة لم تعد توفي بالغرض، لم تعد تقدم الإضافة المعهودة، خاصة في ظل نقص الفاعلية خاصة في وسط الميدان، وهذا ما سنركز عليه من خلال التشكيلة. بداية من حراسة المرمى، لحد اللحظة ماندريا لم يختبر كما يجب، لو أنه يبقى متألق في الفترة الأخيرة وفقة المنتخب الوطني الجزائري. وسط الدفاع عندنا ماندي بالإضافة إلى بن سبعيني. ماندي ربما لاحظنا في الفترة الأخيرة أو في المباراة الأخيرة التعب بدا واضحا عليه من خلال اللياقة البدنية. في المقابل ربما كان منسجم إلى حد بعيد رفقة بن سبعيني، لم تكن هناك أخطاء. لاحظنا ماندي في الشوط الثاني كان ربما أنقذ المنتخب من هدف محقق عن طريق منع تسديدة قوية من طرف المهاجم الأنغولي. في المقابل قلنا بن سبعيني الذي أعتبره شخصيا من أبرز اللاعبين في المنتخب في الفترة الأخيرة، وحتى من بين أفضل العناصر في هذا الكان. قلنا بلي وسط الدفاع إلى حد بعيد لا خوف عليه. أنا سنتحدث حول آية نوري، ربما الاكتشاف المهم جدا في المنتخب في هذا الكان، لربما قدم مباراة رائعة جدا على جميع الأصعدة، سواء دفاعيا أو حتى في المساعدة الهجومية، لقدم الإضافة وأعطى الحلول الإضافية للمايسترو بلايلي وحتى بن ناصر اللي كان دائما يميل للجهة اليسرى. في المقابل الجهة اليمنى واللي هي علامة استفهام كبيرة جدا من خلال ربما عدم واقعية وعدم تنويع في اللعب. ربما لاحظنا المنتخب الوطني الجزائري في المباراة الأخيرة لعب على الجهة اليسرى فقط. لماذا؟ أن الجهة اليمنى لم تقدم ولا إضافة، والدليل أنه ربما عطال مشاكل خارجة التي لا نريد الحديث عنها ربما أثرت عليه. إن كان جاهز نفسيا فمرحبا به في المباراة. ربما الناخب الوطني في المعسكر هو أدرى بظروف اللاعبين، أدرى بالنفسية وبالسيكولوجية كل لاعب، فلهذا ربما إن لم يكن عطال فحتى جيتون قدم مباراة في الشوط الثاني رائعة. إذا دفاعيا ربما عطال ماندي بالإضافة إلى بن سبعيني وحتى آية نوري ربما العلامة الكاملة أو مقبولة في المباراة الأولى. نحافظ على هذا النسق. أنا سنتحدث حول وسط الميدان اللي ربما يعتبر علامة استفهام كبيرة عليه، واللي لاحظنا في الشوط الثاني من المباراة الماضية. ربما بن ناصر اللياقة البدنية لم يعد جاهزا كما يجب لي هكذا مباريات. ربما الأنسب، ما قولوش بالأنسب، ولكن هو أو بن طالب، فنفضل ارتكاز أو في هذه المباراة من الأفضل أن يلعب المنتخب الجزائري بارتكازين، بمعنى 2 وسط الميدان دفاعي، بن ناصر رفقة مثلا بوداوي أو رفقة بن طالب. في المقابل الطريقة المعهودة اللي هي في المقدمة بالليل ربما أدى مباراة ولو أن من اللياقة البدنية أنهك في الشوط الأول، الشوط الثاني لم يقدم إضافة، وهذا قلنا لعدم التنويع في اللعب من خلال
الظهيرين. ربما لاحظنا بالمنتخب لعب بكثرة على الجهة اليسرى. في المقابل شيبي ربما أيضا علامة كاملة. قلنا بلي علامة استفهام كبيرة كانت ولا زالت على رياض محرز في الفترة الأخيرة. نفضل الخبرة نعم، هو قائد المنتخب نعم، ولكن الحقيقة تقال لابد أن يقدم إضافة أو ربما يضحي به أو على الأقل يتركه كلاعب محوري أو لاعب جوكر في الشوط الثاني، أو على الأقل ينطلق به هو أو في غولي في الشوط الثاني يعكس المباراة. على كل حال طريقة 4-3-3 لم تعد تنفع في الأدغال الإفريقية. ربما نفضل 4-2 ثم 3 وبمهاجم صارح جدا. هذه الطريقة ربما الأكثر كما تلاحظون معي، ربما الأكثر نجاعة من خلال التنويع في اللعب، من خلال مساعدة مثلا في حالة صعود مثلا الظاهرين، ربما الارتكازين يقومون بغلق المساحات. هنالك تكتل في جميع أنحاء الملعب كما تلاحظ مثلا في هذه الحالة عطاري ينتقل مثلا، وحتى الجهة اليسرى أيت نوري، فيبقى الارتكاز سواء قلنا بن طالب أو بن ناصر أو حتى بوداوي أو عوار. ربما أنا سأفضل عوار رفقة شيبي في وسط الميدان الهجومي. لماذا؟ لأنه ربما يساعد بكثرة على الاندفاع البدني، على التحرك كما يجب في العمق، تمريرات عرضية أو تمريرات في عمق الدفاع المنافس، بالإضافة إلى امتياز كل خاص مع عوار بالتسديد من بعيد وبالتنويع كما ذكرنا في اللعب. ربما قلنا بالجزئيات أو جزئيات ربما جزئيات بسيطة في المباراة نحاول نعالجها حتى يتسنى لنا المواصلة كما يجب. على كل حال المباراة مطالبين أشبال المنتخب الوطني الجزائري أو أشبال الناخب الوطني جمال بالماضي بالتركيز على تقسيم الطاقة والتنويع في الأداء والتنويع في اللعب. من خلال ماذا؟ من خلال المحافظة أولا على بعض النقاط أبرزها 4 لاعبين من المنتخب الوطني الجزائري مهددين بالإيقاف. هنا نذكر كل من بن ناصر، بن سبعيني، بالإضافة إلى عطار وبن طالب. هذا في حال تلقيهم إنذار ثاني في المباراة سيكونوا غائبين عن المباراة الثالثة أمام المنتخب الموريتاني. إلا أنه هنالك بدائل، هنالك حلول. نحن تركيزنا الآن سيكون منصب على منتخب بوركينا فاسو التي كما ذكرنا لابد أن نركز على النقاط 3 ولا غير عن الفوز إن شاء الله. لو أردنا الحديث حول متفرقات أخرى في هذا الفيديو فربما حضرت لكم من خلال بعض الأبحاث البسيطة حول التشكيلة المتوقعة للمباراة القادمة. كما ذكرنا قلنا بلي ربما الدفاع نحافظ عليه، أو إن لم يكن عطال جاهز نفسيا ربما يغير جمال بالماضي اللاعب قيطون، بمعنى قيطون على الجهة اليمنى، آيت نور على الجهة اليسرى، في وسط الدفاع كل من ماندي وبن سبعيني. أمامهما مباشرة نلعب باثنين ارتكاز، لاعبين ارتكاز. لماذا؟ حتى يتسنى لنا هنالك التكتل في جميع أنحاء الملعب، سواء في المنطقة الدفاعية في منطقة ملعبنا أو حتى في وسط الميدان أو حتى عند الإضافة الهجومية من خلال الظهيرين، مما يسمح للدفاع بالتموقع أو بغلق المساحات بعدهما. في المقابل الحديث قلنا 4-2 ثم نركز على 3 مهاجمين كل من محرز أو أدمونس أعتبره شخصيا مناسب في هذه المباراة. إن لم يكن محرز والناس بمعنى محرز بعد بلايلي وشيبي، أو ربما شيبي ممكن يدخل بفيغولي كخبرة أو العكس يخلي الجوكر للشوط الثاني، ولو أني أفضل فيغولي. فقلنا بالتعديلات بسيطة من وجهة نظرنا، مجرد الآراء عل وعسى تكون إن شاء الله مفيدة للمنتخب. في المقابل قلنا في المقدمة سيكون بنجاح رأس حربة. لماذا؟ حتى يكون عندنا الدافعية أو تكون عندنا ربما في جميع أنحاء الملعب تكتل اللاعبين. إذا كانت الكرة في ملعبنا فالتكتل يكون موجود دفاعيا، إن كانت الكرة الانتقال إلى العمل الهجومي فأكيد الأروقة تعمل وحتى الدفاع، مما يؤدي إلى وجود هنالك حلول وتنويع، ولما لا إن شاء الله التنشيط الجهة اليمنى على عكس المباراة الماضية. فيما يخص التشكيلة هذه ربما التي أعتبرها في الظروف الراهنة، خاصة أن بعض اللاعبين كما ذكرنا الرابعة اللي ذكرنا المهددين بالإيقاف في المباراة الثالثة ربما سيدخلون المباراة بالتخوف من عدم الاندفاع البدني وعدم تلقي الإنذار الثاني حتى يغيبوا من المباراة الثالثة. هذه الأمور كلها ربما سنتركها جانبا، ولكن سنركز كما ذكرنا على الفوز ثم الفوز ثم الفوز لا غيره.
في المقابل قبل ما ننسى، إن كانت هنالك آراء خاصة بتشكيل المنتخب فرجاء شاركونا بها في التعليقات، ولا تنسوا إخوتي وأحبتي في الله الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، بالإضافة إلى وضع إعجاب لايك على فيديوهاتنا حتى تصل إلى أصدقائنا، ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء دعما لنا على المواصلة إن شاء الله، وعلى تثبيت رؤيتنا فيما يخص المجال الرياضي. قلنا بأن هذه المباراة ستلعب يوم السبت إن شاء الله على الساعة 2 بالتوقيت المحلي، على الساعة 3 بتوقيت الجزائر. إن شاء الله ستكون دعوتنا مع المنتخب الوطني بفوز مستحق يسمح لنا إن شاء الله بالمواصلة في المضمار الإفريقي والتقدم نحو مراتب متقدمة إن شاء الله.